اللي صاير عن موضوع المجلس وبعض الجماهير العمانية. أول شيء احنا نكن لسلطنة عمان قيادة وحكومة وشعب وأسرة رياضية وجماهير عمانية كل الاحترام والتقدير. كنا وما زلنا وسنبقى نحب ونحترم ونقدر السلطنة وأهل السلطنة، ولا حتى هناك من يزايد على علاقة الشعب القطري بالشعب العماني، ولا حتى نرضى أن أي كان يعكر صفو هذه العلاقات اللي أنا أسميها علاقات أخوية، علاقة نسب، علاقة دم، علاقة عقيدة، علاقة محبة، وعلاقة فعلا هذه للتاريخ. طول عمرنا احنا يا أهل قطر نقدر أهل عمان ونعزز ونقول ان احنا ما تربطنا فيكم الا كل محبه وتقدير واحترام. ودائما وابدا نستذكر وقفه الجمهور العماني مع منتخبنا الوطني، ونقول دائما ان الجمهور العماني جمهور متذوق، جمهور جميل، جمهور متعطش الكوره، شغوف بكره القدم. وبعض الجماهير العمانيه راحوا الامارات وشجعوا منتخبنا الوطني، وايضا قلناها في اكثر من حلقه ان الجمهور العماني مش بس شجع منتخبنا الوطني، وايضا شجع منتخبات خليجيه مثل الامارات ومثل البحرين في كاس الخليج اللي صارت حتى في قطر. الجمهور العماني تعنى وشجعهم، ما نختلف على هذا الموضوع. اما في من وصف ان المجلس كان متحيز او وقف ضد المنتخب العماني او الجمهور العماني، ابدا وحاشا لله، ونرفض هذا الشيء ابدا. ونستذكر بان المجلس حضر في كل بطولات الخليج وبدون استثناء. أتذكر منها كاس الخليج اللي صارت في الإمارات. أبي أمشي معكم بالتسلسل اسمحوا لي بس. لما برنامج المجلس راح الإمارات، كان أحد المساهمين في نجاح خليجي الإمارات، تواجدنا وكأن إحنا أحد أعضاء اللجنة المنظمة في كاس الخليج في الإمارات، واحتفلنا مع الإمارات بفوزهم بالبطولة حتى الصباح. وحضر عندنا المسؤولين واللي يشجعون الإماراتيين، وقعدنا وكأن هذه القناة قناة إماراتية بالصوت والصورة والتاريخ واللحظة. كنا موجودين في العاصمة الإماراتية أبو ظبي. بل أن حتى هناك من حاول أن ينتقد بلاده ووطنه الإمارات، ووقفناه عند حده وقلنا له لو سمحت احنا جايين هنا ضيوف، ويا ضيف كن أديب، أو يا غريب كن أديب. هذا بالنسبة إلى الإمارات. بعد الإمارات ذهبنا إلى كأس الخليج اللي في عمان أظن. في عمان نعم. عمان أيوه. إيه. بعد كأس الخليج اللي في الإمارات رحنا إلى عمان، وكنا إحنا عمانيين وحضرنا وشجعنا وآزرنا وشاركنا في التنظيم، بل وحتى دافعنا عن كل من حاول أن يسيء إلى السلطنة بالصوت والصورة والتاريخ، فيديوهات مسجلة. وكنا فخورين وفرحانين أيضا بتواجدنا في عمان كما كنا فرحانين بتواجدنا في الإمارات. ولا تكلمنا عن أي شيء إلا شيء إيجابي، واحتفلنا حتى الصباح في سلطنة عمان بفوز المنتخب العماني بأول لقب لهم في تاريخهم في بطولات كأس الخليج. بعد عمان مباشرة طلعنا ورحنا إلى البحرين، وفي البحرين كنا أيضا بحرينيين وشاركنا وآزرنا وشجعنا، وكنا أحد المنظمين لبطولة كأس الخليج في البحرين. ومن يذكر ويستذكر ويرجع للتاريخ يدرك تماما ما كان يحدث أو إيش كان موجود. ومع ذلك شاركنا وكأن إحنا المنظمين لبطولة الخليج اللي في البحرين، بل وقفنا مع ربعنا وأخواننا وأهلنا في البحرين إلى حتى آخر يوم، ولا أبدا مسكنا أي شيء سلبي في البطولة، بل كنا نتكلم عن الأمور الإيجابية. وهذا الدور الحقيقي اللي كنا إحنا نعتقده أو متمسكين فيه، أو هذه الثوابت اللي إحنا نمشي عليها. فإذا كان في توجيه عندنا، أو إذا كان عندنا خط، وهو الخط في المشاركة في تنظيم وإنجاح البطولة اللي إحنا نتواجد فيها كقناة الكاس أو أسرة برنامج المجلس.
بعد البحرين تواجد برنامج المجلس في السعودية، وشاركنا مع أخواننا وربعنا وأهلنا في السعودية في تنظيم البطولة كإعلام. طبعا أنا دائما أكلمكم كإعلاميين، تواجدنا وشاركنا السعودية في إنجاح بطولتهم بلا فضل ولا منة على أي دولة خليجية، لأن كل دولة خليجية دخلناها قدموا لنا الدعم والمساندة، كل الجهات الحكومية وغير الحكومية وحتى على مستوى الشعبي بلا فضل ولا منة. ولكن أنا بس أحب أن أقول لكم واستذكر لكم التاريخ. بعد السعودية كان هناك توجه أن احنا نروح أعتقد إلى اليمن، وتواجد فريقنا في اليمن واشتغلنا وعملنا وتواجدنا كفريق عمل، ووصلنا إلى بر الأمان مع أخواننا اليمنيين في تنظيم وإنجاح بطولتهم أيضا بلا فضل ولا منة، وواجب علينا